ده شكل كده العربية من قدام، وده شكل المفتاح بتاع الفئة التانية زي ما شايفين كده. طبعا ده بيطلع بس يعني ملوش لازمة انا شايف، او هنا طبعا هيكون ليه لازمة في الفئة دي عشان الدخول مش بصمة. ده لوك العربية، طبعا ده للشنطة. طبعا مش هتكلم عن الهوية الهجومية للعربية، طبعا الفئة الأولى بتنزل من غير فوجات، لكن الفئة التانية بيبقى فيها فوج زي ما شايفين. هنا برضو شكل الهجومي بتاع العربية من قدام، وطبعا زي ما عارفين ده هالوجين وليس ليد. الكروم اللي موجود طبعا في كل الفئات مع علامة تويوتا اللي موجودة في نص العربية كده. طبعا في الفئات العالية بيبقى فيه قدام سنسور أو كاميرا، لكن للأسف في الفئة التانية صعب تلاقي الكلام دوت. نيجي لجنب العربية، طبعا العربية بتيجي بجنوط رياضية سبور. دخول زي ما قلت لك مش بصمة، دخول العربية عادي جدا. تمام، نفتح العربية وهكلمكم دلوقتي في كل تفاصيلها من جوه اما نخش لها. سقف العربية طبعا ما فيهوش لا فتحة سقف بانوراما ولا كهرباء، سقف طبيعي جدا. لحظة بس للعلم، الموتوسيكل اللي انتوا شايفينه قدامكم هناك ده ب 270 ألف جنيه يعني، في حتة موتوسيكل بقى. فلما اقول لك الكورولا ب 400 ألف، في ناس عشان كده بتدفع عادي. تمام. نيجي بقى لشكل العربية من ورا. طبعا الشكل اللي كلنا حافظينه وشفناه كتير جدا في شوارعنا بقالنا سنتين، علامة الكورولا اللي موجودة تحت على الشمال، وده 1.6 اللي هو اختصار ل 1600 سي سي. طبعا تنفس طبيعي مش تربو، وعلامة تويوتا، والليد انا اسف الكروم اللي موجود في النص مع المصابيح الخلفية للتويوتا كورولا الفيس ليفت. كل ده طبعا معروف وكلنا عارفينه وحافظينه تقريبا يعني. ده تقريبا كان بالنسبة لكل حاجة في العربية من بره. هنخش دلوقتي ونشوف العربية من جوه ونشوف كل تفاصيلها مع بعض، خليكم معانا. ده كده شكل العربية من جوه زي ما شايفين. طبعا للأسف أول حاجة لاحظتها وهو إن هنا مفيش شاشة تاتش في أول فئتين، للأسف بيجي راديو وشكله مش حلو نهائيا. بس هرجع أقول لك الاعتمادية، في ناس بتعشق الاعتمادية. قدامنا شاشات طبعا بتبقى ديجيتال، بس دي في الفئات العاليه فقط. في الفئات اللي موجوده قدامنا دي شاشات انالوج عاديه جدا، ما فيهاش اي حاجه جديده يعني، بس موجوده قدامنا شاشات الانالوج. طبعا هنا عندنا الفويس كوماند ده مش موجود، بس طبعا في الفئه دي مش هتلاقيه متفعل، مجرد عيره اكيد لان موجود بيشتغل مع الاندرويد اوتو ابل كار بلاي، واول فئتين اصلا ما فيهمش شاشه، لذلك فده الزرار ده عيره في اول فئتين. هنا التحكم بتاع البلوتوث والتعليق والتوطيه بتاعه الراديو. الفئه دي ما فيهاش مثبت ولا محدد سرعه اللي المفروض يبقى مكانهم هنا، بس موجود مكانهم مطبق مش موجودين. شكل الطاره لذيذ مش وحش. هنا برده ما فيش تقريبا اي حاجه في الحته دي غير بس مجرد تعليق وتوطيه الاضاءه مش اكتر من كده. هنا الفتيس الطبيعي الموجود، وفيها طبعا نظام السبورت مود اللي هيبقى ملوش اي لازمه انا من وجهه نظري دي. وهنا طبعا فرامل يد مانيوال مش كهرباء، ده شيء طبيعي. مسند اليد القماش، وطبعا الفرش طبعا هيبقى كله قماش، وقماش مش خامته مش حلوه قوي الصراحه. بس هرجع واقول لك الاعتماديه، ملكه الاعتماديه. هنا مخرج 12 فولت بمقدار 120 واط. طبعا هنا في حته البيانو بلاك مع البلاستيك اللي شكله كروم، او هو حاطينه يعني هو بلاستيك شكله يعني مش كروم الصراحه، بس شكله شيك قوي الصراحه يعني. شكل الحته دي كده شيك، وطبعا في الفئات العاليه بيبقى اشيك بكتير. نيجي بقى لحته الخامات، طبعا كل ده رابر عشان الفئه الاولى كلها بلاستيك بقى، ما تفكرش فيها خالص الفئه الاولى. ان الحته دي برده رابر وفيها التطريز ده برده رابر. يعني الخامات فيها حلوه الصراحه. اكتر حاجه بتعجبني في الكورولا من اول الفئه التانيه وانت طالع الخامات، خاماتها كلها محمله. حتى الحته اللي دي شكلها طالع كده وبارد، بس هي بلاستيك، بس شكلها عارف اللي هو مكمل شكل الباب. يعني انا لو قفلت الباب كده، انا بس فاتحه عشان الاضاءه، بص مكمله حته واحده كده، فخليها شكله الى حد ما حلو يعني. نشوف بقى خامات الباب. بلاستيك بلاستيك، الحته دي بس القماش، طبعا كل ده بلاستيك، وده فيها سلكه كده كروم، بس ده برضه بلاستيك. الباب كله بلاستيك يعني زي ما سامعين، الباب كله بلاستيك. تمام. ده بالنسبه للباب. طبعا الازاز الامامي الاربع ابواب تكه واحده، انا مش عارف ازاي بس الاربع ابواب يعني. هحاول كده ادور لكم العربيه طيب، بس برضه نبص عليها. طبعا صوتها عالي قوي الموتور عشان انا جوه مكان مغلق يعني، طبعا صوته مش طبيعي لو انت بره، انا بس عشان في مكان مغلق يعني. طبعا شكل الراديو المستفز جدا اللي انا هقفله عشان مش عايز اشوفه الصراحه يعني. ده شكل العدادات. نجرب كده العزل. قفلت على الرغم ان انا في معرض والصوت عالي جدا، الصوت تقريبا ايه راح يعني. تمام. بس نجرب بقى نقفل تاني عشان احنا جوه معرض عشان الدوشه.
تمام. نرجع بقى ونشوف القعده في العربيه من ورا. ده كده شكل العربيه من ورا. نجرب نقعد جواها، بس عشان الاضاءه عندي هنا ضعيفه شويه انا اسف، بس هحاول اوريها لكم يعني برضه عشان يبقى الناس شافتها. طبعا القعده واسعه، انا قدام مظبط الكرسي، القعده واسعه جدا، والناحيه التانيه برضه زي ما شايفين كراسي واسعه. شكل الكرسي شيك، بس زي ما قلت لك هو للاسف قماش وشكله مش يعني خامته كده بتحس مش لذيذه، بس هو شكله حلو يعني. تمام. طبعا برضه المرايه مش ذاتيه التعتيم زي ما شايفين. بس تقريبا ده كان كل حاجه بالنسبه للعربيه والكنبه بتاعتها الخلفيه. نفق الفتيس بتاعها متوسط مش عالي قوي، بس ممكن ما يبانش معاكم بسبب الاضاءه، مش هيبان خالص يعني. وانا حاولت اخلي ظروف الاضاءه احسن من كده بس غصب عني ما عرفتش عشان في معرض مغلق. بس ده كان بالنسبه لكل حاجه. بقى نرجع ونشوف مساحه الشنطه الخلفيه. ده كده مساحه الشنطه الخلفيه، واسعه جدا 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 طبعا زي ما شايفين. ده طبعا حاجه بتميز التويوتا كرولا او معظم العربيات اللي في الفئه دي، هي مساحه الشنطه. وهنا الصراحه مساحه متميزه فعلا فعلا. العربيه مساحتها الشنطه بتاعتها كبيره جدا، وتقدر تشيل فيها كل اللي انت عايزه. نبص تحت الجنوط، على فكره الجنوط سبور رياضيه اهي، جنوط سبور مش تصات. طبعا دي السبلايز اذا كان الكوريك او المفتاح بتاع فك الكاويل العجل او الكلام ده. في ناس بس عشان الناس هتسالني ايه ده، ده اللي هي كليبسات العجل، الاربع كليبسات عشان اوريكم كده هم شايلينهم من العجل عشان السرقه او اذا كان كده، فهي بتيجي وتقوم انت مركبها، وفي معرض بتركبها على طول يعني، على حسب اختلاف المعرض اللي انت بتشتري منه او من التوكيل او غيره. ده كان بالنسبه لكل حاجه عن العربيه.